لو داخل على الفيديو ده ومتصور إنك هتسمع كلمتين وتعدي أو إنك هتتفرج عليه زي ما بتتفرج على فيديو عادي على يوتيوب، فخليني أقول لك من أول لحظة إنك غلطان، لأن اللي جاي مش زي أي حاجة شفتها قبل كده، لا من ناحية الكلام ولا من ناحية التأثير ولا حتى من ناحية الشعور اللي هتطلع بيه في الآخر. الفيديو ده مش بيتكلم عن موضوع وخلاص، الفيديو ده زي مراية هتشوف فيها دماغك وهي بتتاكل وأنت مش واخد بالك، هتشوف فيها نفسك وكأنك عمرك ما شفتها قبل كده. هتشوف إنك متكاسل ومشتت وتايه وبتضحك بس الضحكة من بره بس. أنا مش جاي أقول لك شوية معلومات محفوظة عن المخ والتكنولوجيا وخطر السوشيال ميديا، إنما أنا جاي أصارحك بحاجة يمكن عمرك ما فكرت فيها أو يمكن حاسس بيها من سنين بس مش قادر تعبر عنها. جاي أقول لك إن في حاجة غلط بتحصل جوه دماغك كل يوم بس ببطء وفي هدوء ومن غير ألم صريح، زي كأن مرض بياكلك وأنت صاحي وكمان وأنت ماشي في حياتك عادي، وحتى وأنت بتضحك وأنت بتشوف فيديوهات على النت. يا صاحبي في جريمة بتحصل، جريمة ضد دماغك وضد وعيك وضد مستقبلك، والمصيبة إن أنت اللي بتفتح الباب للمجرم يدخل كل يوم وبإيدك. وعلشان أكون صادق معاك من البداية خليني أقول لك، لو قلبك ضعيف أو لو من الناس اللي بتخاف تواجه الحقيقة أو بتستسهل تسمع الكلام اللي يريحك، يبقى الفيديو ده مش ليك، لأن اللي جاي فيه مرارة وفيه وجع بس كمان فيه أمل. أما لو أنت لسه عندك الشجاعة تسمع وتفهم وتواجه، ولو لسه جواك حتة بتقولك أنا مش عايز أكمل حياتي بنفس الشكل ده، ولو لسه فيك فضول تعرف إيه اللي بيحصل جواك وإزاي تطفي النار اللي بدأت تشتغل في مخك، يبقى خليك معايا واسمعني للآخر، لأن الكلام اللي هقوله ممكن يغير مصيرك. أنا شنودة نعيم، وده مش فيديو للتسلية، ده ممكن يكون النقطة اللي حياتك هتتغير بعدها تماما إن شاء الله. تعال نبدأ من السؤال اللي هيغير كل حاجة، يعني إيه تعفن الدماغ؟ هل هو مرض؟ طب هو حالة نادرة؟ للأسف ده أخطر بكتير. تعفن الدماغ مش معناه إن مخك بقى لونه أخضر أو في حاجات بايظة بيولوجيا، لا، هو حالة بتموت فيها قدراتك العقلية وأنت لسه بتتحرك ولسه بتتكلم وبتضحك، بس من جواك في حاجة بتنهار. تخيل معايا دماغك كأنها جنينة واسعة وفيها ورود وفيها شجر وزهور، بس الجنينة دي علشان تفضل حلوة محتاجة رعاية ومحتاجة تسقيها وتنضفها وتبعد عنها الحشرات والسموم. طب لو سبتها أو أهملتها بكل تأكيد الورود هتدبل والشجر هيقع والأرض هتبقى مليانة حاجات بتاكل في اللي فضل منها. وده بالظبط اللي بيحصل لدماغك لما تسيبها لوحدها، بتعيش يومك كله استقبال من غير أي مقاومة ومن غير أي إنتاج أو حتى تفكير حقيقي. طب يا ترى إيه اللي بيخلي دماغك تتعفن؟ السموم؟ أيوه سموم، بس مش من النوع اللي أنت بتشمه أو بتاكله، لا دي سموم معرفية ونفسية وبصرية وكمان فكرية. طب يا ترى السموم دي زي إيه؟ خد عندك، أنت بتدخل تقرا مئات البوستات في اليوم كلها معلومات متناقضة ومش دقيقة، بس للأسف عقلك بيبلعها زي ما هي. تتفرج على فيديوهات قصيرة طول اليوم وتخلي تركيزك ما يزيدش عن 15 ثانية، وتبلع لقطات سطحية سواء كان عنف أو تمثيل رخيص، وكل ده تشويش سمع وبصر. طب عقلك للأسف بيتعود وبيتحول من جهاز فحص وتحليل لجهاز استقبال سلبي بياخد أي حاجة وخلاص، وتبدأ تلاحظ إنك مش قادر تركز ومش قادر تستوعب جمل طويلة، وبتفقد فضولك لأي حاجة جديدة، بتحس إن كل يوم شبه التاني وكل حاجة بقت عادية. والأخطر من اللي فات هو اللي بيحصل بعد كده، أنت مش بتتبلد بس، ده أنت بتفقد إحساسك بالحياة. الضحكة بتبقى كأنها حاجة ميكانيكية، واللحظات اللي كانت بتفرحك بقت باهتة والكلام بقى قليل والعلاقات بقت سطحية، وهتلاقي إن كل حاجة ماشية بس أنت مش فيها. ممكن تفتكر إن ده اكتئاب أو ممكن يكون جزء منه، بس غالبا ده بيكون تعفن بيخدع مخك وبيسيبك تقوم كل يوم وتروح شغلك وتضحك مع أصحابك وترد على تعليقاتهم، لكن من جواك مطفي. طب بعد السواد وسدة النفس دي يجي السؤال الأهم، يا ترى إزاي ننقذ الدماغ قبل ما تتحلل تمام؟ بص هو في حاجات تقدر تعملها بس بشرط إنك تكون ناوي مش مجرد أحاول وخلاص. لازم تكون ناوي تصحى. أول حاجة رجع مخك للحياة، ابدأ بحاجة بسيطة جدا، اقرا صفحة من كتاب كل يوم حتى لو ما كنتش مركز، اسمع بودكاست أو فيديو طويل وخلي تركيزك عليه هو بس، واكتب أفكارك مش مهم شكلها ولا أهميتها، المهم إنك تكتب علشان تصفي ذهنك. وكمان الأهم إنك تمنع السم من المصدر، يعني قلل السكرين تايم واقفل التيك توك شوية، وامشي لك نص ساعة من غير موبايل خالص، وابعد عن المحتوى السطحي المؤذي، مش عشان أنت إنسان مثالي لا، لكن عشان عقلك يستحق. وكمان اقعد 10 دقايق ساكت من غير موبايل ومن غير صوت، واسأل نفسك هل أنا فعلا عايش ولا بمثل علشان يوم يعدي؟ لو السؤال وجعك فده أول دليل إنك لسه صاحي. والسؤال اللي لازم تسأله كل يوم هو إيه اللي دخل دماغي النهاردة؟ لو كان ضوضاء أو تفاهة أو سم يبقى طبيعي تحس إنك مخنوق، واسأل نفسك برضه إيه اللي خرج منها. لو مفيش يبقى أنت بس شغال استقبال مش مشاركة، وعقلك هيموت من كتر ما هو ساكت. آخر كلام هقوله لك، كل واحد فينا بيجي عليه وقت دماغه بتتعفن، بس الفرق الوحيد إن في ناس بتسيبها تتحلل وفي ناس بتقوم وتقول كفاية. لو وصلت لاخر الفيديو فده مش صدفه، ده معناه ان فيك حته لسه بتدور على النور. انا شنودة نعيم، وده كان حديث من المخ للمخ ومن القلب للعقل. ولو حاسس انك محتاج تصحى تاني فخد اول خطوه، اشترك في القناه وفعل الجرس وخليك مستعد لان اللي جاي هيصحي فيك حاجات كتير كنت فاكرها ماتت. كده وصلنا لنهايه الفيديو وخليني اقول لك سلام، واستنانا في فيديوهات جايه كتير.